ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى مع بعض كده نعمل الفراخ المشوية بأبسط وأسهل مكونات موجودة عندنا في كل البيت. مش لازم مكونات خزعبلية يعني عشان نعمل فراخ مشوية. هجيب الفراخ هعمل فيها فتحات كده علشان التتبيلة تدخل جواها واللحم يشرب من التتبيلة. بعد ما عملت الفتحات دي تعالوا بقى نعمل التتبيلة بتاعتنا. بصلة كبيرة مبشورة بشر ناعم، معلقة صغيرة من ملح، فلفل أسمر، بابريكا مدخنة، كركم، معلقتين كبار لبن، معلقتين كبار صلصة، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة عسل أسود أو دبس رمان، بس أعتقد إن دبس الرمان ده بيبقى موجود عندنا في كل بيت. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض وهحاول إن أنا أتعمد أدخلها في الفتحات اللي أنا عاملاها علشان اللحم يشرب من التتبيلة دي كويس. اغرق كده الفراخ في التتبيله علشان ابقى ضامنه وصولها ليها كلها. لازم بقى الكلام ده كله يتعمل قبليها بليله، قبل ما هطبخها بليله، او يا سلام بقى لو انا